السلام عليكم. بناء على رغبتكم انتوا قلتوا لي عايزين حد يكون بيعمل منتجات او يعمل لي المنتجات وبيعيها. الحمد لله الموضوع دلوقتي منفذ بنسبة اكتر من 80%. في كريمات اورجانيك وطبيعية وبديل الصن بلوك، وفي كريمات للهالات السوداء، وفي حاجات للسنسيتيف اريا، وكريمات حلوة جدا. والاحسن في بروتين حلو جدا جدا جدا، مرمم الشعرايه، ونتيجته حلوه وزيرو فورمالين. ولو انت في اي مكان في الجمهوريه تقدر الاكاديميه تبعت لك متخصصه بالبروتين وتديكي نتيجه، ولا اروع، وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي. يرجع مرجوعنا تاني لموضوعنا. احنا جينا في الشتاء، وتعالي النهارده اقول لك ازاي بكوبايه واحده من الرز تعملي كريم مرطب، وتعملي سكراب، وتعملي حاجه لازاله التصبغات، وحاجه كده ولا اروع. تعالي بقى نصلي على النبي ونقول هنعمل ايه. هتكلم هنا برضو شويه، وبعد كده هعمل لكم تكمله تانية عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. معلقه رز، وهتسلقيها كويس مع معلقه بذور كتان، وتستخلصي الجل ده وتصفيه كويس، وتاخدي اللي هيتبقى منه اللي هو كسر الرز وبذور الكتان، تعمليه سكراب مع نص معلقه سكر. ده سكراب حلو جدا جدا. الجل اللي هيطلع من بذور الكتان ومعلقه الرز هتاخديه تضيفي عليه معلقتين زيت خروع ومعلقه زيت لوز حلو. وكده بقى عندك احلى كريم ليلي لشد البشره ينافس اغلى براندات، وتقدري تستخدميه كل ليله حلو جدا جدا جدا. وتستخدميه كمان تحت عينيكي، بس هنا كده على العظمه دي كده، لان ممكن تكوني بتتحسسي من زيت الخروع حول العين. وممكن تحطيه فوق عينيكي في الجفن العلوي. تمام كده. معلقه رز مع تسلقيها كويس جدا 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 لحد ما تدوب وما تعرفلهاش ملامح، وبعدين تضربيها بالهاند بلندر. تقدري تضعفي الكميات زي ما انت عايزه. وبعدين تحطي عليه لما تبرد، تحطي عليها معلقه لبن بودره ومعلقه عسل نحل، تقلبي كويس جدا جدا جدا. وده احلى كريم مرطب ممكن تستخدميه، ويديكي افكت فظيع فظيع فظيع. لو عايزه بقى بشرتك صافيه، وبصي بقى مخملي كده زي الخوخه، تعالي ما اقولك هتجيبي لي معلقتين رز ونص بطاطسايه صغيره، وتسلقيهم كويس جدا 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 في لبن حليب، وبعدين تضربيهم كويس وتصفيهم، وبعدين تحطيهم، تضيفي عليهم معلقه نشا على ما يبردوا بقى. تضيفي عليها معلقه نشا وثلاث كبسولات فيتامين اي، وتحطيها في برطمان او في علبه معقمه وتحطيها في التلاجة. كل الكريمات اللي بقولك عليها تستخدم باردة من التلاجة عشان تديكي افكت حلو. تعالي بقى للكومبو او الحاجة الحلوة اللي ممكن نعملها. هنعمل تونر الرز. ممكن تعمليه تنقع الرز مع الخميرة، وانا عارفة ان ريحته صعبة جدا جدا جدا. طيب هننقع الرز مع الخميره، معلقه رز مع معلقه خميره في كوبايه ميه، وتسيبيهم لحد ما يتخمروا يومين. بتبقى ريحتهم صعبه جدا جدا جدا. ممكن تشيليهم في التلاجة. مش عايزه كده وعشان الريحه، انا بجد عملته ما تقطهاش، بس الافكت بتاعه حلو جدا، لان دي كلها بكتيريا اشتغلت، فبتخلي البشره حلوه قوي، وبتخلي البكتيريا تشتغل عليها، وبتخليها منتفخه كده وفلافي وجميله. ما كانش هنجيب معلقه الرز ونسلقها في اللبن. معلقه رز في كوبايه لبن، وتسلقيها تماما تماما تماما. محدش يتريق الا لما تجربي الوصفه. وبعد ما تبرد تضربيها كويس جدا بالهاند بلندر، وتصفيها مره واثنين وثلاثه. انا عايزه ملمسها ملمس الكريم. وبعدين تحطي عليها حته زبده بمقدار قد كده، وبعدين تحطي عليها معلقه خميره فوريه كبيره، وتخلطي الكريم ده كله مع بعضه، وتحطيه كل ليله على بشرتك وعلى وشك وعلى شفايفك، بلاش مناخيرك لو سمحتي. وده يعتبر اكتر حاجه ممكن تديكي فوليوم او نفخ. في حاجات يا جماعه، انا لما اقول نفخ مش معنى كده ان انت هتبقي عامله فيلر بين يوم وليله، بس بتخلي منظرك وشكل خدودك حلو، بتعبي الخطوط التعبيريه، وبتخلي شكلك حلو جدا جدا جدا. اقول كمان معلقه رز، معلقه رز تسلقيها لوحدها مع معلقه سكر في لبن، مع معلقه سكر. يعني معلقه الرز في نص كوبايه لبن وعليها معلقه سكر، تمام. وتروحي مقلباهم مع بعض ومصفياهم، واخده الخليط ده حطاه على بشرتك كل ليله بالليل. برضو بيشد البشره حلو جدا، والسكر بياكل الجلد الميت ويعمل زي سكرابنج كده. اخر حاجه واحلى حاجه ممكن تعمليها، اللي هي معلقتين الرز اللي تسلقيهم كويس جدا جدا جدا. وانت بتسلقيهم حطي معاهم 4 معالق دبس رمان، واسلقيهم كويس جدا وصفيهم. وبعد كده استخدميها، بس حطي عليها دي بقى معلقتين فيتامين اي او 4 كبسولات، وحطيه كل ليله على بشره نظيفه، وهتلاقي بشرتك متوهجه وزي البدر.
زي البدر، حلو جدا. دبس الرمان حتى لو استخدمتيه لوحده مع البن تحفة تحفة. دبس الرمان ده في حتة تانية خالص خالص خالص. تمام كده. طيب لو جبت معلقة الرز وسلقتها مع نص بنجراية وخدت ورقتين كركديه وبرضو ضربتهم وخدت الكريم ده، ولا اروع. اظن كده عملت كل اللي عليا. عندك 15 وصفة هيخلوكي في الشتاء تطلعي منه قمر 14. وجربي. تابعيني بقى على القناة هنا، انا عايزة القناة توصل ل100,000. ممكن نوصل بالقناة ل100,000 لو سمحتم. شكرا وميرسي جدا على كومنتاتكم الإيجابية. كومنتاتكم واخد بالكم على الكومنتات الإيجابية، وميرسي جدا 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 ان انتوا بتنتظروني. معلش اتأخرت عليكم واشوفكم على خير.